بعدة أيام، وفي إمضاءات، في إمضاءات توقيعات باعترافات. حضرتك برضو في جزء كبير قوي راح. أنا بنوه ده ليه دلوقتي عشان ده رايح للمحامي اللي هنا واللي بره في أمريكا وأوروبا. جزء كبير قوي بلا معنى اتسلم لمطابع الشرطة. مطابع الشرطة. ومطابع الشرطة لا تكفي للمهمة اللي خدتها. قيل لي ان مطابع الشرطة طلع منها لمطابع قطاع خاص عدد كبير. يعني اكل الموضوع. يعني العملية يعني اتوزعت بين القبائل. اتوزعت بين القبائل. خلاصة يا فندم، الموضوع التزوير من وجهة نظري مش عايز ادوش حضرتك بيه، مش مؤكد يعني في ايدي كده اهو. كنت اتمنى انهم يبقوا من الادب انهم يعني يبصوا الموضوع بنظرة عقلانية شوية. بعد انا ما خسرت وكلمني الرئيس اوباما في البيت وكلمني تقدير ونزلوا من البيت الابيض عشان بس حد يتكلم، نزلوا الستيتمنت كده واضحة ومتبروزة، حديث اوباما صحيح. لشفيق ايجيبت بالنص. وفي وسط الكلام قال لي انت جايب 50%، انت واخد نص الشعب المصري. انا عادة بهني الرئيس، لكن المرة دي مش ممكن يبقى واحد محقق الكتلة دي. ان يو وير الون، كنت لوحدك، لازم اتكلم معاك وانا بقول لك ان بلدك محتاجة لمجهودك وكمل. لا ادعي ان انا كنت فكرت في حاجة عشان الرئيس اوباما قال لي الكلام ده، لكن كان من المنطقي لدي ان انا بعد ما حققت اللي حققته ده اروح واخد هذه الكتلة العظيمة اللي ادتني اصواتها واروح اعمل جبهة معارضة. وانا الحقيقة مقتنع جدا بالنظام الامريكي. حزبين كبار كده اهو معدين لبعض بالمرصاد، ده يراجع ده وده يراجع ده واللي معايا. قلت طب ما انا اعمل كتلة على الاقل، قلت انا عشان بقاش حديث معاد يعني، على الاقل من قعدتي في المعارضة نعلمهم ازاي يدوروا، يمكن يفهموا يشتغلوا شوية في الجزء التاني. دي اللي تم في المرحلة دي يا فندم. حضرتك ليلة اولا التحقيق بتاع النيابة، عشان ما حدش يعرف الموضوع ده كتير. تحقيق النيابة كان الشرطة خلصت وودت الملفات للنيابة اللي فيها الاعترافات. النيابة بدأت تمارس الموضوع. في اعترافات؟ ايوه في اعترافات. النيابة بدأت تمارس الموضوع قبل النتيجة ما تطلع ب3 ايام تقريبا، 3-4 ايام. بعد ما الاعلام عرف ان النيابة ماسكة الموضوع، اوقف الموضوع وتحول التحقيق. اتقال لا ده ما جاش النيابة، وهذا لم يكن سليم. الموضوع كان في النيابة. علمي ان النيابة انتقلت، المسؤولين في النيابة اللي بيحققوا انتقلوا الى جهاز رقابي باللي بيحققوا معاهم عشان الاعلام ما يعرفش ان التحقيق جاري. زي ما قلت لحضرتك طبعا في ناس، في 4 انا ابلغت انهم اتحطوا تحت منع السفر ليلتها، وهكذا الامور مشي كلها بقى تزوير في التزوير. طب سيد فريق، يعني دايما تستند الى انه في ناس اتصلت بيك وقالت لك انه النتيجه هي لصالحك. لا انا بقول حضرتك بتتكلم كنتيجه ولا عموما ككلمه؟ اليوم الاخير قبل اعلان النتيجه بساعات. يا فندم في ناس اتصلوا بيا، انا بحطها معلومه كده قابله لانها تبقى صح او غلط، لكن بدخلها في دايره المعلومات. المعلومه اللي قبليها والمعلومه المؤكده اللي بعديها تروح كده. تمام. انا بقول يعني انا بقول بطرح كلام موجود عندي، هذا الكلام داخل في الدايره اللي قبليها واللي بعديها يثبته، وده اللي بيحصل. لا اقول كلمه تقعد في الهواء على طول ابدا. اظن انا عندي من الخبره اللي يخليني مهما قلت ما اصغر صغيره قد كده هقولها هيتم اثباتها من خلال دايره المعلومات اللي متاخده. طيب انت 3:30 فجرا تلقيت تليفون من مسؤول امني كبير وقال لك مبروك النتيجه قدامنا وانت نجحت. الى اي مدى كنت واثق في هذا المسؤول الامني؟ انا لغايه الوقت ده كنت واثق، حاولت 1% عشان لو حصل تفجير. كنت واثق 99% ان انا رئيس الدوله. من هو مسؤول الامني؟ مسؤول كبير جدا في الداخليه، منطقه الحصر.
وقال لي ايه؟ قال لي الرقم الرهيب اللي بيفرق كمان بيني وبين ليه بقى؟ لانهم افترضوا ان اللي هو الرقم اللي استبعدته اللجنه اللي هو 1.5 مليون. رقم يعني يفرق. وقيل لي انا جالي تليفون، حضرتك بتخش في تفاصيل الحقيقه، انا عايز عشان وقت حضرتك. لا انا ما عنديش مشكله في الوقت. انا جالي تليفون الساعه 6 الصبح. الاول جاي تليفون الساعه 2 قالوا لي في 4 اتحطوا تحت تحفظ، مش تحت تحفظ، منعوا من السفر. وجالك من مصدر موثوق في المطار؟ الموثوق لا جالي مصدر، راح لهم اختار